انا مستعجل. حالا يا دكتور، بس قيمة المية ما تدفى شوية. ولع السبرتاه يا سعيد. مسعود مسعود يا اسطى مسعود، بالك مين امين بيه اللي كان بيتكلم معاه في التليفون ده؟ مين؟ ده المستشار الجديد اللي عينوه في الشركه اللي انا بشتغل فيها. لا شيء. اي والله، مش سامعه بيقول شركه المنتجات التجاريه؟ ما هي دي الشركه اللي انا بشتغل فيها. مم. شوف رحمه ربنا بتنزل ازاي. مم. اهو يا عم، من غير ما تروح الكازون ولا تقعد مع البهوات ولا تلبس قضيه تزوير، كل شيء اتحال. ايه رايك؟ في ايه؟ تكلم لنا البيه كده وانت بتحلق له دقنه، تقول له المستشار يخليه يدينا علاوه. بسيطة دي يا سعد متعال، بسيطة. قول له ده ساعي المدير الخصوصي وبيشتغل زي النحله طول انت النهار. هتعلمنا اتكلم ازاي يا سعد متعال؟ ما تسيبنا اتصرف يا اخي. مش خلاص يا اسطى؟ حالا يا دكتور. جيب الحكاية دي عليا يا سعد متعال. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا. اهلا وسهلا. اصل لا مؤاخذة بقى، كل شيء له سبب. انا شايف حضرتك بتستغربك من انا والصبي تعزمنا عليه، انما كل شيء بسببه. انا بقى احب اقسم الشغل، كل واحد يستلم صنف وما يغيروش، يقوم لا مؤاخذة ايده تمشي. كده ولا لا؟ اللخبطة في الشغل، وده بدل ده وده مطرح ده، يقوم لا مؤاخذة تبقى قلة تنظيم. انا بقى مقسمها بيني وبين سعيد، هو عليه صنف الدقن وانا عليا صنف الشعر. حضرتك عزيز عندي قوي، اه وحياة النبي. انما حضرتك لا مؤاخذة دكتور ايه؟ اقتصاد. يا سلام، انا كنت فاهمك دكتور امراض نسا وسيكولوجي. لا مؤاخذة يعني اللي ما يعرفك يجهلك. ممكن يا اسطى تتجدعن شويه احسن انا مستعجل. حالا بإذن الله. حضرتك سايب دقنك ولا مؤاخذة يعني؟ سايبها المدة دي كلها ليه؟ جايبها ازاي؟ من غير حلاقة يعني؟ كنت بتريحها؟ حاجه زي كده. واجب برضه. كتر الحلاقة بيخلي الجلد يلتهب. اتقل يا سعد متعال، الجلد لازم يستريح. اصل لا مؤاخذة يا الواحد اسطى لما يا اسطى لو سمحت، بطل كلام واسرع شويه. حالا ان شاء الله. ها ناولني موز جديد يا سعيد. ايوه يا اسطى. جرى ايه يا اسطى؟ يعني ما قلتلوش زي ما اتفقنا؟ يا سعد متعال خليك تقيل، كل شيء بمناسبته يا اخي. نورتنا يا دكتور، اهلا اهلا. متشكر يا سيدي متشكر. اهو موز جديد نوفي اهو، لسه جاي بالتجليخ امبارح. وحضرتك مسافر سويسرا ان شاء الله؟ ان شاء الله. تروح وترجع بالسلامة. ميرسي. حضرتك على كده بقى بتتكلم سويسري؟ ايه؟ تقريبا. يا سلام، صحيح العلم مفيش احسن منه في الزمان ده. تظن صعب قوي يا دكتور؟ هو ايه ده اللي صعب؟ السويسري لا مؤاخذة صعب الواحد يتعلمه زي الانجليزي. يعني. انا لما كنت في المدرسة كان موتي وسمي حاجة اسمها انجليزي. آه، كل شيء صعب في اوله يا اسطى. مسعود البرعي شعبان. كل شيء في اوله صعب يا اسطى مسعود. انا بقى لولا الانجليزي ده كان زماني خدت الاعدادية والثانوية، وجايز كنت دخلت الجامعة. اهو بقى يا سيدي كل واحد بياخد نصيبه. لك يا اسطى. اتقل يا سعد متعال، كل حاجة بمناسبتها. خف الانفاس عن الشيشة شوية. اهي ده خالص، بس كلمه بقى. كفايه سن موس يا اسطى. الشغل لازم ياخد حقه يا دكتور. فرشة تمام، موس تمام، الزبون ما يحسش بحاجة أبدا. أنا مش حلاق موالد من غير مؤاخذة، أنا مسعود البرعي شعبان، إخصائي هندسة قص الشعر للرجال. ايوه بس دي دقن يا اسطى مش محتاجه هندسه. وأنا لا مؤاخذة لولا معزتك عندي ما كنتش مسكتها من أصله. طيب كفايه بقى وخلصنا احسن مستعجل. خلاص أهو. اتفضل أنت بس خد راحتك في القعدة. أيوه أيوه، لا لا لا، كده هو لا مؤاخذة. مم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب إيه يا سعد متعال، ما تخف الأنفاس شوية، الحجر هيولع مش هد يا أخي. ما دام شايفك ما بتتكلم. يا جدع بقول لك كل شيء بمناسبته، اتقل أنت شوية. يا اسطى يا اسطى، في شعر جاي استلمه انا. انهي شعر السعيد؟ اسماعيل يا فندم. لا لا سيبه لما اخلص احسن، ده وبرته ناشفه عليك. هو حتى حود على القهوه. احسن. ها يا دكتور، حاسس بحاجه؟ لا 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 مفيش، بس بسرعه وحياتك. هنخلص حالا ان شاء الله. بالك يا دكتور، إيه؟ الواد الصبي بتاعي ده لبلب قوي. في الحلاقه. لا، ده امم. حتى ايده تقيل على الموس. لبلب في الانجليزي. بيعرف انجليزي. انجليزي وفرنساوي ورومي وايه بربنت. غريبه. وتعلمهم فين دول؟ اصل تربيه اروام لا مؤاخذه. وهو صغير كان صابي عند واحد حلاق رومي في اسكندريه، لقط منه الكلام ده كله. كويس والله.
احب اخليه يلغيك ويتكلم معاك شويه. لا لا لا، على ايه على ايه؟ اصل واد نبيه قوي، يعني لو سمع حضرتك بتتكلم سويسري هيلقط منك على طول. يا اسطى مفيش حاجه اسمها لغه سويسري. ايه؟ امال بتوع سويسرا بيتكلموا ايه من غير مؤاخذه؟ يا فرنساوي يا الماني. يا سلام، شوف ازاي، يعني لا مؤاخذه كلامهم مخلص. ما تتكلم بقى يا اسطى. وبعدين بقى ما قلنا كل شيء بمناسبته يا سعد متعال. اظن خلاص بقى يا اسطى. اول وش خلاص وتاني وش هوا باذن الله. لا لا لا، كفايه اول وش خلاص. لا يا متشكر. دكتور، ده تاني وش ده هيخليه حرير. لا معلش ملوش لازمه، اصل انا مستعجل، متشكر قوي. نعيمه يا سعاده بيه. الله ينعم عليك. بالفرنساوي يا ولد، بالفرنساوي. تقول ايه يا اسطى؟ قول للدكتور بالفرنساوي عشان يعرف انك لبلب. اتفضل حسابك يا اسطى. لا مؤاخذه، اتفضل. بس مفيش فك. خد يا سعيد، نعم. خد فك الربع جنيه ده من القهوه. معلش ملوش لزوم، ادي الباقي علشان لسه الصغير. شرفت سعاده البيه، مع الف سلامه يا سعاده البيه. سلامه يا دكتور. مع السلامه ألف يا دكتور، الف سلامه. سافر وترجع بالسلامه. مع الف سلامه. ربع جنيه في ده، ادي الناس الامراء ولا بلاش؟ وخدت انا ايه بقى من الاماره دي يا اسطى؟ قصدك يا سعد متعال؟ طيب انت خدت ربع جنيه، خدت انا ايه؟ وانت تاخد بتاع ايه؟ انت مشاركني في المحل ولا مشاركني في المحل؟ محل ايه يا ابو محل؟ انا بتكلم على العلاوه، عمال اقول لك كلمه كلمه ما انت سامع. ما جاتش مناسبه، هعمل لك ايه؟ بقى كل الدش اللي عمال تدشوله ده وما جاتش مناسبه. ما لقيتش مناسبه، اضرب لك الارض تطلع بطيخ. لا بطيخ ولا شمام، انت اللي راجل ما فيكش خير. ثم كمان تاخد علاوه بتاع ايه؟ انت بتشتغل ايه عشان تاخد علاوه؟ ما انت ملقع عندي في المحل ليل ونهار، ده انا بشوفك اكتر من المدير بتاعك اللي بتقول عليه ده. الله، ده انت هتقطمني. انت يا اخي اللي بتقطمني. ايه اللي فيك الخير وما فيكش خير؟ ما انا سايبك من ساعتها وانت عمال تشد في الشيشه لغايه ما حرقت الحجر. عاوز خير ايه اكتر من كده بقى؟ طب روق دمك يا اسطى، روق دمك. ده عبد المتعال ما يقصدش. وانت مالك انت؟ احنا اصحاب وبنتخانق، تحشر نفسك ليه انت؟ صحيح بتتحشر بناتنا ليه يا باري؟ لوسطى يشتمني ولا اشتمه؟ انت مالك انت؟ امشي اطلب لنا حجر تاني من القهوه. وهات الربع جنيه فوق. وتفكوا ليه؟ حد قال لك فكوا؟ خليه كده ببركته. لوسي. فلوس ايه؟ لك في ايه؟ حيالله قرش ساغ يا عم، خد اهو اتسد. قرش ايه؟ قرش ساغ؟ انا عايز 21 قرش. 21 ايه يا اخويا؟ قرش 21 قرش. قرش ينطح قرش. الله، ليه بس سعيد؟ تكونش انت صاحب المحل وانا مش دريان؟ لا، انا لسطى الصغير. انت صاحب المحل وانا لسطى الصغير. والزبون قال ايه؟ ها؟ قال ايه يا سعد متعال؟ اديك قاعد وسامع. قال ادي الباقي للوسطى الصغير. لسطى الصغير. انا مش هاتش زور يا اسطى مسعود. ما انا عارف انه قال كده. فيها ايه يعني؟ ما دام عارف بقى، تعالى نتحاسب. تعالى يا اخوي. ادالك كام؟ الزبون ادالك كام؟ ربع جنيه. كويس. وحلقت الدقن عندنا بكام؟ يعني ايه بكام؟ يعني التسعيره بتاعت المحل اهي اهي. انت اللي كاتبها بخطك ومبروزها ومعلقها اهي. شعر 7 قرشا، ودقن 4 قرشا. شعر ودقن 10 قرشا. افهم؟ اف. وبعدين؟ يعني انت مالكش في الربع جنيه ده الا 4 ساغ تمن الدقن. والتليفون؟ بن. تبون مش اتكلم في التليفون قدامك، ولا التليفون ده عاملينه سبيل الله؟ والتليفون اخصم التليفون. يبقى مش فاضل لك غير الساغ اللي انا بقول لك عليه. نعم. دغ. ليه؟ هو التليفون بكام؟ بريال. ريال ايه؟ مستكتر ريال على التليفون، ولا هتقول لي دي رخرة مكتوبة في التسعيرة؟ التليفون بريال يا مفتري. ما تتحشرش انت يا سعد متعال، انا والصبي بتاعي بنتفاهم، ما تتحشرش انت. بس ما حدش قال المكالمه بريال يا اسطى. يا اخي انا حر في تليفوني، هتشاركني فيه كمان؟ طب اتفضل قوم من جنبه، اتفضل يلا. الله، ايه الظرف اللي جنب التليفون ده؟ يا خبر ابيض، ده الظرف بتاع الدكتور، الراجل من لهوجته نسيه. وده سعيد، خد جري وراه حصله واديهوله. والله اللي خد بقية الربع جنيه هو بقى اللي يحصله.